من اليوم راكي رايحه تحذفي كامل وصفات ميني بيتزا اللي تعرفيهم. جبت لكم اليوم اروع وافضل وصفه تقدري ديريها، خفيفه بنينه وطريه كيما راكم تشوفوا في الفيديو، من اروع الوصفات اللي تقدري ديريهم. وانا في الدار معروفه بلي نوع بزاف في الشوربات، واليوم حبيت نشارك معكم وصفه من وصفاتي. والوصفه هذه كي تتلف لي كامل واش ندير ولا نحب نبدل من الشوربه، ندير هذه الوصفه وتجيكم شحال بنينه. قد ما ديروها ما راكمش رايحين تكرهوا منها، جبتها لكم باسهل وابسط طريقه. لا خطر على بالي في رمضان كامل تصرنا نجربوا كامل الوصفات تاع الشوربات، شوربه فريكس، شوربه مرمز، شوربه بيضه، شوربه فيرميسال. وكما تعرفوا انا خمم فيكم صافي حبيت نشارك معكم الوصفه ديالي. كما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم فيه زوج وصفات، شوربه مع ميني بيتزا باسهل طريقه. واذا حبيتي تزيدوا يوصلوك وصفات لشهر رمضان، ما عليك غير تخلي لي ابوني للقناه خفيف ظريف مع ياسمين، جمل الفيديو وتفعيل الجرس هكا يولوا يوصلكم كامل الوصفات اللي نبارطاجي معكم. واذا حبيتوا تزيدوا تبارطاجيو الوصفه مع صحاباتكم. جبت القدره تاع الفخار، درت فيها شويه تاع زيت زيتون مع شويه تاع المارغرين، تقدروا تعوضوا المارغرين بسمن. من بعد درت كامل المكونات على ضربه، درت شويه تاع حشيش ونعناع كميه لبس بها، حبه بصل كبيره مسكرفجه، حبه بصل صغيره مرحيه، عندي تاني حبه قرعه، حبه زروديه صغيره، زوج سنات كبار تاع الثوم مسكرفجين، ومغرفه كبيره معمره تاع طماطيش مصبره، شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه تاع القرفه، درت شويه تاع زنجبيل بودره، شويه تاع الكركم، ما تكتروش الكركم، عندي مغرفه صغيره تكون معمره ملح تاع عكري حلو، تقدروا ديروا العكري الحار، شويه كزبر بودره، شويه تاع راس الحانوت، وعلى راس المغرفه تاع الكرويه. كما راكم تشوفوا ضفت تاني نص صدر تاع الدجاج وبديت نقلي فيهم مليح على نار قليله، عطولهم وقتهم في التقليه. السر تاع البنه راهو في التقليه. من جهه ثانيه جبت 3 مغارف كبار تاع المرمز، تقدروا ديروا في بلاصتو الفريك كيما حبيتوا. وشوفوا هنايا وريت لكم كيفاش يجي، وشوفوا اللون ديالو شحال شباب. انا هنايا غسلته 3 مرات حتى يولي الماء ديالو صافي. شوفوا هنايا كيفاش كان، وشوفوا كيفاش ولا. هنايا مباشره درتو فوق لي زيبيس مع البصل والثوم اللي درناهم، وخليته تاني يتقلى معاهم. كيما موالفه نمد لكم دائما نعطي لكم مقادير مضبوطه، يعني اليوم ثاني رايحه ندير بنفس الطريقه. 3 مغارف كبار تاع المرمز ولا تاع الفريك نديروا لهم لتر ونص تاع الماء. هذه الكميه تخرج لكم 3 طباسات كبار تاع شوربه ولا 4 طباسة متوسطين. وكما راكم تشوفوا بعد ما قليتهم مليح، مرقت بليتر ونص تاع الماء سخون، حركتهم شويه وخليتهم يطيبوا على نار قليله. كما راكم تشوفوا الشوربه تاع اليوم رايحه تكون بين الحريره والشوربه. هنايا غطيتهم كما راكم تشوفوا. نروحوا نحضروا الميني بيتزا ديالنا اللي تجي من اروع ما يكون، خفيفه. درت مغرفه كبيره تاع حليب بودره، مغرفه صغيره تاع سكر، مغرفه صغيره تاع خميره الخبز، وزدت عليهم كاس تاع الماء دافي. ضفت عليهم حبه بيض كامله وزوج مغارف كبار تاع زيت زيتون اللي تقدروا تعوضوهم بالزيت العاديه. خلطتهم مليح، من بعد درت عليهم 4 مغارف كبار تاع الفرينه وزدت خلطتهم وخليتهم يخمروا في بلاصه دافيه. كما ديما موالفه نقول لكم في المملحات، هذه المرحله ضروريه باش العجينه ديالنا من بعد رايحه تخمر لنا بطريقه سريعه وتجينا يعني نتيجه ولا اروع. يا درا اذا عجبوكم الوصفات اللي راني نبارطاجي معكم هاد الايامات، كيما على بالكم راني نبارطاجي معكم وصفات لشهر رمضان، مملحات واطباق. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما خمر الخليط ديالي، زدت عليه مغرفه كبيره تاع الخل، ودرت عليه شويه تاع الفرينه وكميه تاع الملح. تبقاو تزيدوا في الفرينه غير بشويه حتى تتحصلوا على عجينه كيما عجينه البيتزا العاديه، ولا تقريبا كيما عجينه المطلوع، تكون تلصق شويه في اليد وطريه، ما لازمش تكون يابسه، لخاطر لو كان تيبسوا العجينه ديالكم المملحات ديالكم ولا البيتزا رايحه تجيكم يابسه وماشي مليحه. شوفوا هنايا قبل ما تنطم العجينه ديالكم 100% غير تشوفوها ولات خفيفه، بداو تخبطوا فيها، وهذه الطريقه رايحه تخليكم تستغناو عدليك. وهنايا كملت طميت العجينه ديالي كما قلت لكم حتى تتحصلوا على عجينه تكون طريه وتلصق في اليد. زدت غطيتها وخليتها تخمر للمره الثانيه. لازم تخمر مليح، ماشي غير تشوفوها طلعت شويه تبداو تخدموا، لازم تخمر لكم مليح باش تجيكم نتيجه بزاف مليحه. سر نجاح هاد المخبوزات تاع اللي فيهم الخميره كامل راهو في التخمير، قد ما تخلوها تخمر قد ما تجيكم نتيجه هايله.
من جهه ثانيه في سنيوه دهنتها كامل بشويه تاع زيت زيتون. زدت جبت العجينه ديالي، شوفوا كيفاش خمرت مليح، حبطت لها مليح الخميره ديالها. ودائما باش ما تلصق لكمش في يدكم ديروا شويه تاع زيت زيتون. وهنايا بديت نقرص فيها قطع صغيره، لازم تصغروا مليح القطعه ديالكم باش يجوكم دي ميني بيتزا شابين. لخاطر ديروا في حسابكم باللي من بعد كي تفتحوها وتدخلوها الطيب راهي رايحه تزيد تتنفخ ويزيد الحجم ديالها. صافي ديروا حسابكم وصغروا الحبيبات ديالكم وما تخلوهم يخمروا ما والو، مباشره نبداو نخدموا بهم. جبت سنيوه ديالي درت لها البابي كويسون اكيد باش نعاونوا روحتنا وما تلصقناش العجينه في السنيوه. من بعد جبت العجينه ديالي، ودائما عاونوا روحتكم بشويه تاع زيت زيتون وبداو تفتحوا فيها. ما كان له تستعملوا لا الكاس لا الحلال، غير بالطرف تاع صباعتكم وانتم فريتوها. كما راكم تشوفوا دائما ندير شويه تاع زيت زيتون في يدي باش ما تلصقليش العجينه، ونبداو نحلوا فيها. ودائما هذوك الطرف خلوهم شويه هكذايا خشان باش يجينا الشكل تاع البيتزا ديالنا شباب. اذا ما جربتوش هاد الوصفه صدقوني راكم تراضيو تاع الصح هاد المره. واذا حبيتوا نزيد نبارطاجي معكم وصفات واحد اخرين تاع مملحات، ما عليكم غير تخلوا لي رايكم في التعليقات. كما راكم تشوفوا انا هاد الكميه تاع العجين خرجت لي 12 حبه، وكما راكم تشوفوا الحبات راهم يجوا كبار الله يبارك. صافي نتوما ديروا حسابكم، قد ما راكم رايحين تصغروا في العجينه قد ما رايحه تزيد تخرج لكم كميه كبيره اكثر واكثر. هنايا جبت شويه تاع لاصوص طوماط. انا هاد لاصوص كنت خدمتها ديجا من قبل وشاركتها معكم في عده وصفات، بصح معليش نقول لكم كيفاش خدمتها. درت نص حبه تاع بصل مقطع على زوج، درت حبه تاع طوماطيش كبيره مقطع على 4، 4 حبه فلفل حار، سنه تاع الثوم، وغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، مغرفه صغيره تاع العكري، شويه ملح، شويه فلفل كحل، وعلى راس المغرفه تاع الكمون الرند والزعتره. وما تنساوش شويه تاع زيت زيتون، خليتهم يتقلاو شويه، مرقت بالماء وغير تشوفوها تغلي حسبوا عليها 5 دقائق ورحوا كلش بالبغا ميكسور. ونعاودوا نولوا للبيتزا ديالنا. كما راكم تشوفوا درت الفرامج، تقدروا تزيدوا الطون، تقدروا تزيدوا الدجاج اذا كان بقى لكم زعما من البارح، ولا اذا بقات لكم شويه لا فخس تاع البوراك تاني من البارح تقدروا تستعملوها. المهم هاد الاضافات اللي ديروهم من فوق كامل يبقاو على حساب نتوما واش حبيتوا. انا اليوم درت لها شويه تاع موتزاريلا، شويه غريير، شيدر، وكميه تاع الكومونبير. على بالي كاين اللي ما يحبوش يطيبوا الكومونبير، بصح انا لا غالب نحبه في البيتزا. كما راكم تشوفوا بعد ما درت كامل الفرامج اللي حبيت، جبت الزيتونه، لازم تكون حاضره في البيتزا. درتها كما راكم تشوفوا في الوسط. تقدروا تزيدوا شويه تاع زيتون خضر، وبلا ما تنساوي رشه تاع الاعشاب عطريه من فوق باش تزيد لكم في البنه. اذا ما كانوش متوفرين تقدروا ديروا غير شويه تاع الزعتره. والبيتزا ديالنا راهي واجده كما راكم تشوفوا. مباشره دخلتها طيب، ما خليتها تريح، ما خليتها تخمر، دخلتها طيب على اعلى درجه. شعلت لها غير من تحت كي تشوفوها طابت مليح وتحمرت، زيدوا شعلوا لها من فوق وزيدوا خليوها تكمل تتحمر. وكما تعرفوا جميع انواع البيتزا يحبوا النار تكون قويه بزاف، يعني الفور لازم يكون سخون باش تجيكم بيتزا خفيفه وما تجيكمش يابسه. وبعد ما طابت سنيوه الاولى زدت دخلت سنيوه الثانيه ودرتها طيب بنفس الطريقه. اذا حبيتوا الشوربه ديالكم تجيكم بزاف ثقيله خلوها طول في طياب، واذا حبيتوها تجيكم خفيفه غير تشوفوا هذاك الدجاج طاب وتشوفوا هذاك القوام عجبكم تما خلاص. كما راكم تشوفوا هنايا نحيت هذيك الحبه تاع القرعه وتاع الزروديه، رحيتهم وعاود رجعتهم باش يخلوا لنا الشوربه ديالنا تجي بنينه وثقيله في نفس الوقت. ضفت تاني سر البنه اللي هو حبه فلفل حار، وضفت تاني شويه تاع حميصه. الحميصه درتها هي الاخرى لخاطر ديجا راهي طيبه، انا كنت طيبتها ودرتها في الكونجيلاتور، وكي نحب نطيب بها نجبد مباشره ونديرها. وهنايا استعاودت غلقت عليها وخليتها 10 دقائق ولا ربع ساعه وطفيت عليها النار. وكما راكم تشوفوا البيتزا ديالنا بعد ما طابت، شوفوا كيفاش جا الشكل ديالها الشباب ويشهي، ويعني حتى العجينه ديالها جات بزاف خفيفه. جربوا الوصفه وعينيكم مغمضين. من جهه ثانيه بعد ما طابت لي هذيك الحميصه وشفت بلي القوام تاع الشوربه ديالي راهو مليح، هذاك باش نحوس. هنايا نحيت هذاك الصدر تاع الدجاج نحيته بجاه، فتتو كامل وعاود رجعته. وشوفوا هاد الشوربه شحال تجي بنينه، اون ديغي تاع العراس، يعني البنه ديالها وحدها مالغري ما درنا لهاش اللحم غنمي.
المهم جربوا الوصفه تاع اليوم وخلوا لي رايكم في التعليقات. وكما راكم تشوفوا بعد ما طفيت عليها النار درت عليها رشه تاع الحشيش وشويه تاع نعناع يابس، زدت حكيته مليح بين صبعتيه باش يطلق البنه والريحه ديالو. هاد الاضافات ما تستغناوش عليهم لخاطر راهم رايحين يزيدوا لكم في البنه والريحه تاع الشوربه ديالكم. وشوفوا كيفاش جات ثقيله وعاقده، انا هكذا نحبها. وانتم كما قلت لكم اذا حبيتوها خفيفه عندكم ميزانكم، في الطياب انتم تتحكموا فيها. وكما راكم تشوفوا راني دايرت لكم سلسله من وصفات رمضان، راني درت لكم يعني عده وصفات تاع مملحات تاع اطباق هكا، يعني باش كامل تدو فكره، وحتى يعني كي تتلف لكم كامل تدخلوا الخفيف ظريف مع ياسمين راكم رايحين تلقاو الحل. كما راكم تشوفوا الوصفات راهم جاهزين ويجوا من ابن واروع ما يكون. شاركت معكم ميني بيتزا بالفرامج، ما تتعبوا معها ما تدلكوا فيها، ويعني حتى يعني طريقه التحضير ديالها من اسهل ما يكون. جربوا هاد الوصفه وعينيكم مغمضين، واكيد اذا جربتوهم ما عليكم غير تخلوا لي رايكم في التعليقات، وزيدوا بارطاجيو معايا تطبيقاتكم في الانستغرام. واذا حبيتوا تذوقوا ابن شوربه ما عليكم غير تجربوا الوصفه تاع اليوم. وكما راكم تشوفوا وصلنا لنهايه الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا. واذا حبيتوا يلحقوكم كامل الوصفات اللي راني مبارطاجي معكم ما عليكم غير تخلوا لي ابوني في قناه خفيف ظريف مع ياسمين، جمل الفيديو وتفعيل الجرس. واذا حبيتوا تزيدوا تبارطاجيو الوصفات هذوما مع صحاباتكم. وما بقى لي غير نقول لكم جربوا الوصفات واستمتعوا بالبنه. نتلاقاو في الوصفات الجايين، وسلام.